بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم حبيباتي ومرحبا بكل من التحق بالقناة. نبدأ في موضوعنا على بركة الله، لأنه في الفيديوهات السابقة اللي هدرنا عليهم على قانون المالية جديد لهذا العام، اللي قلنا فيه باللي خرج بنتائج مليحة بزاف بالنسبة مثلا لمنحة البطالة اللي قلنا راح يزيدوا لها 200,000 ويولي ويدي 1700 بدلا من 1500. هذا واضح. والحاجة الثانية اللي كاينة مليحة في هذا القانون المالية هي أنه راح يزيدوا في الأجور بالنسبة لعمال الوظيف العمومي والمتقاعدين، وبالنسبة للموظفين راح يرفعوا عليهم تجميد الترقية. يعني كاين هناك امتحانات تاع الترقية ليامات هذو، وهذا فيما يخص العمال المترسمين. وفي هذا النقطة بغيت ننوه باللي حتى العمال اللي ما همش مترسمين من قبل عندهم الحق في الترسام والإدماج وحتى في الترقية، لما لا؟ لأنهم يستاهلوا بزاف بزاف. والله كاينين عمال مهنيين من الدرجة البسيطة يخدموا ويدمروا من الصباح لليل، وممكن يخدموا أفضل وأحسن من العمال اللي الفئة الثانية اللي تقدر تترسم، عفوا اللي تقدر تترقى، واللي ثاني راح يزيدوا لهم من الشهرية تاعهم. نقول لكم هذه الفئة ثانية راهي تستاهل حتى هي، وعندها الحق في كلش كما الموظفين العاديين. كما قال واحد في التعليق تاعو: يا أختي اهدري ربي يخليك على عمال محو الأمية، راهم متعاقدين والشهرية قليلة بزاف بزاف، وما نخلصوش شهر أوت وسبتمبر وما كانش ترسام. والله تغبنا في هذه المهنة، حتى الشهرية تجينا مرتين في العام فقط، وربي يحفظك. والله يا أختي أنا ما على باليش بكري بلي كاينين عمال مهنيين ما يخلصوا مرتين في العام. نقولك حبيبتي ربي يفرج عليكم، وإن شاء الله يشوفوا الفئة تاعكم قاعد حتى نتوما راكم تستاهلوا، راكم تخدموا عند الدولة، وحقكم إن شاء الله ما يضيعش، وإن شاء الله يكون القانون هذا يجيب لكم جديد يا رب العالمين. زيدوا ونرجعوا لقانون المالية. ومن النتائج اللي راهم يقولوا عليها هي الزيادة في منحة المرأة الماكثة في البيت اللي شرحناها من قبل، وقلنا باللي راح تديها الزوجة للزوج تاعها يخدم عند الدولة. أما بالنسبة للقطاع الخاص فما ظنيتش أنه تكون هناك زيادة، لأنه قطاع خاص، والقطاع الخاص يتماشى مع القوانين اللي وقعوا عليها كلا الطرفين، يعني صاحب العمل والعامل اللي يخدم عنده. فيما يخص هذا الأمر جاوني بزاف أسئلة على هذا السؤال، وإن شاء الله تكونوا فهمتوا من الإجابة تاعي. يعني كل واحد كيما وقع في العقد تاعو مع مول الخدمة، وكيما تفاهموا ممكن تكون عندهم منحة للمرأة اللي ما تخدمش، وممكن يكون ما دارها لهمش صاحب العمل. المهم هي كيما وقع في العقد النهار الأول. إن شاء الله تكونوا فهمتوني حبيباتي. ونروحوا الآن لفئة المطلقات والأرامل اللي جاوني بزاف أسئلة وتعاليق. قالوا لي اهدري علينا. شوفوا يا أخواتي، في البداية نقولكم راني حاسة بكم كامل، وراني أختكم في الله، ونقولكم ربي يفرج عليكم كامل، وربي يحنن قلوب المسؤولين عليكم ويسمعونا. وانا نهضر ونعاود باللي 700,000 راهي ما تكفيش اطلاقا ونهائيا. كيما قلت لكم في هذا الوقت، تخيلوا يا اخواتي باللي وحده مطلقه ولا ارمله ما عندهاش مدخول تدي غير 700,000، ما تقدرش حتى تشري باست ولا مونطو لولدها ولا بنتها. هذا من ابسط الحقوق، يعني بلا ما نهضروا على الماكلة تاعهم ولا الحاجات الأخرى. بعيد الشر، مرض تخيلوا يمرض واحد من ولادها تلقاها تتخبط منين تجيب حتى حق طبيب ولا تشري دواء. والله هذا الفئات تستاهل الدعم من كل الجهات، ماشي غير من الدولة. نقولكم يا أخواتي لازم نتكاتفوا كامل مع بعضنا. إذا كنت يا أختي أنت لاباس بيك وكانت وحدة في المحيط تاعك أرملة ولا مطلقة، تفكريها ولو في حاجة بسيطة
بسيطة. أنا يبان لي يا أختي تروحي تشري حاجة لهذيك العائلة اللي فيها اليتامى ولا الأطفال اللي والديهم مطلقين أفضل وأحسن ألف مرة من أنك تروحي ديري قعدة لصحاباتك وديري الأنواع بزاف تاع لي قاطو ومظاهر الافتخار والبذخ باش يقولوا فلانة شرات الموديل تاع سيرفيس هذاك اللي بغيت نشريه أنا وشراته هي قبلي، ولا يقولوا لي موديل تاع لي قاطو اللي دارتهم فلانة غاليين بزاف أنا ما نقدرش نديرهم. أنا يبان لي هكا وانتي أدرى، وهذه مجرد نصيحة من أخت لأختها، وإن شاء الله نكون أفدت ولو وحدة منكم وتدير بالنصيحة نتاعي. ونرجع للسؤال واحد الأخت اللي قالت لي في التعاليق ما نديش المنحة الجزافية بالرغم من أني مطلقة. نقولك يا أختي سقسي واش يديروا في الدوسي وخدميه وإن شاء الله يزيدوا لكم في القيمة نتاعها. على بالنا بلي 700 ألف ما تكفيش، وأنا دايما راني نهضر عليكم وراني دعمتكم معنويا، على بالي ما نقدرش نديركم أكثر من هكا. وانتم يا البنات إذا كان تحبوا الفيديوهات تاعنا يطلعوا ويسمعونا إن شاء الله المسؤولين ديروا ابوني وبارطاجيو لنا الفيديوهات ان شاء الله يا ربي تلقى المطالب تاعنا اذان صاغيه باذن الله. والبنات اللي ما جاوبتش على الاسئله تاعكم نقول لكم اعتذر منكم بزاف بزاف، وان شاء الله نجاوبكم في اقرب الاجال باذن الله اذا كان قدرت. وكاين بزاف اسئله متشابهه ان شاء الله نكون وفقت ولو ب 2 ولا 3%، وان شاء الله نكون وصلت المعلومه بابسط طريقه. ونقول لكم ان شاء الله نتلاقاو في الفيديو الجاي باذن الله، والى اللقاء.